تأكل النيران في حقد دفين فأنا هنا صلد صبور ثابت لن أستكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا، لن أموت. هكذا يقول الشهيد مصدقا وعد ربه تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وشهيدنا الذي نتحدث عنه اليوم ليس شخصا عاديا بأي حال من الأحوال، إنه بالنسبة لي رفيق عمر، وبالنسبة للجماعة الإسلامية رئيس مجلس شوراها، وبالنسبة للحركة الإسلامية أحد أعمدة الصحوة الإسلامية المعاصرة التي عرفتها مصر، ومن ثم العالم العربي والإسلامي في سبعينات القرن الميلادي الماضي. وهو بالنسبة لتحالف دعم الشرعية أحد أركانه الرئيسية. لماذا قتلوه؟ وكيف قتلوه؟ هذا ما سنتعرض له قبل أن نحكي السيرة الذاتية لشهيدنا نحسبه كذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله. قتلوه لأنه أبى أن يوافق أو أن يساير قادة الانقلاب في مصر في قليل أو كثير، لا بل رفض أن يسكت على جرائمهم، وأصر أن يكون هو وإخوانه من جملة المقاومين لهؤلاء الرافضين لجرائمهم ولخيانتهم ولانقلابهم ولحربهم على الإسلام. وما كان للشيخ عصام دربالة رحمه الله إلا أن يقف هذا الموقف، فهو رجل كما عرفته ذو دين، والدين عنده أغلى من كل شيء، وهو أيضا صاحب عزمة قل أن توجد في رجالات عصرنا، وأنا لا أقول ذلك مبالغة، وكل من عاشر هذا الرجل يعرف معنى هذه الكلمة التي قلتها، أنه صاحب عزمة، وهو أيضا صاحب همة عالية يأبى أو تأبى همته أن تتعلق بسفاسف الأمور، بل لا تتعلق إلا بمعالي الأمور. قتلوه لأنه أبى إلا أن يكون تعبيرا صادقا عن إصرار إخوانه وأبنائه من الجماعة الإسلامية في المضي قدما في مقاومة هذا الانقلاب. أرسلوا له مرارا أن انسحب من تحالف دعم الشرعية، لا نريد منك أكثر من ذلك. فكان يقول: الأمر ليس لي، الأمر شورى مع إخواني. وكان قراره وقرار إخوانه واضحا أنه لا انسحاب. كانوا يقولون له، وكثيرا ما قالوا له عبر وسطاء: لو كان الإخوان الذين تدافع عنهم لو كانوا مكانك وأنت مكانهم لما دافعوا عنكم، أو لما صبروا كثيرا في الدفاع عنكم، ولقالوا هذه قضيتكم مع الدولة، ولا التفتوا لأمور جماعتهم وتأمين أبنائهم. فكان يقول رحمه الله: أنا لا أدافع عن الإخوان ولا عن الرئيس مرسي سياسة، ولكني أدافع
ديانة كان يراهم مظلومين، وهم بحق مظلومون في هذه المواجهة الجائرة التي تدور في مصر. فأبى عليه دينه ورجولته إلا أن يقف في صف المظلوم، حتى لو أدى ذلك إلى قتله، وبالفعل قد قتلوه. اعتقلوه قبل تصفيته ب4 أشهر، كان في محافظة قنا يلتقي بإخوانه. اعتقلوه، وفي ذات اللحظة أرسلوا قوات من محافظة المنيا لتفتيش محل إقامته. عرضوه على نياباتهم المتواطئة المتآمرة، فقررت أن تحبسه بلا اتهام، بلا جريمة. ولكننا في زمن يكون فيه استمساك المرء بدينه جريمة عند هؤلاء، ووالله لو لم يجرمنا هؤلاء ولو لم يحاربنا هؤلاء لشككنا في ديننا، لاتهمنا أنفسنا بأننا بعنا ديننا، لأن هؤلاء في حالة عداء صريح مع الإسلام ذاته، في حالة حرب شاملة على الإسلام ذاته. لذا لابد أن يكون المكان الطبيعي لأمثال الشيخ عصام دربالة رحمه الله في المعسكر المقاوم لهؤلاء، المناهض لهؤلاء، الذي يريد أن يدفع هؤلاء وبلاءهم عن البلاد والعباد. كانت النيابة بطريقة أوتوماتيكية تجدد الحبس له كلما عرض عليها كل 15 يوما، وهذه مازلة. وكأن هناك في مصر قضاء، وكأن هناك في مصر قانون، فمواعيد العرض على النيابة دي محترمة لابد، لكن معلوم أن النيابة ستجدد الحبس بقرار أمني وليس بقرار قضائي. في كل مرة كان يجهر بالحق الذي يعلمه، ويقول حقيقة موقفه ويدافع عنه، وهو يعلم أنه يقدم لهم دليل اتهامه، ولكن الحق كان أحب إليه من أن يخلى سبيله أو أن يعيش طويلا في هذه الحياة. قال لزوجته في الزيارة الوحيدة التي رآها فيها من خلف سور زجاجي وعبر هاتف، قال لها: أعلم أني لن أخرج من هذا المكان. كان يدرك أنهم سوف يقتلونه. يقول إخوانه الذين كانوا معه في نفس العنبر، كل منهم في زنزانة انفرادية، يقولون كان مشغولا بالقرآن ولا شيء غير القرآن، وكان يدرك أنه سيسافر قريبا، ذلك السفر الذي سنسافره جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد حط رحاله في الجنة، وأسأل الله أن يحسن خاتمتنا وخاتمة إخواننا. في المرات الأخيرة التي كان يعرض فيها على النيابة كان يطالب بالدواء، وكانت أسرته ترسل له الدواء، لكنهم في كل مرة كانوا يمنعون عنه الأدوية. كان مصابا بمرض السكر، وأيضا بحساسية في الجهاز التنفسي. في آخر مرة كان يحتضر بين يدي رئيس النيابة المجرم الذي أصر أن يجدد له الحبس، ولم يأمر بعرضه على طبيب. كان قد أصيب قبل ذلك بعدة
نوبات من الإغماءات الخاصة بالسكر نتيجة ارتفاع نسبة السكر في الدم لعدم وجود الأدوية، فقرر أن يقسو على نفسه ويقلل طعامه للحد الأدنى، فأصيب بانخفاض في السكر في الدم وهزال، وانتهى الأمر بانفجار في الأوعية الدموية أدى إلى رحيله رحمه الله. جرت العادة أن يتحدث المرء عن نفسه فيما يسمى بالسيرة الذاتية، فلماذا أتحدث أنا عن أخي الشهيد بإذن الله عصام دربلة؟ لأني عاشرته طويلا وتقاربنا أو قل تقارنا طويلا، حتى إن أحدنا عاش مع صاحبه أكثر مما عاش مع أبيه أو أمه أو زوجه أو أبنائه. لماذا نحكي الآن؟ هل هو مجرد وفاء لصديق؟ هل هو مجرد تسجيل لحياة رجل تستحق بالفعل التسجيل؟ لا، الأمر أبعد من ذلك، الأمر أهم من ذلك، الأمر أخطر من ذلك. فشهيدنا الراحل كما قلت منذ قليل كان أحد أعمدة الصحوة الإسلامية المعاصرة، فنحن عندما نتحدث عنه نحاول أن نترجم للصحوة الإسلامية المعاصرة، نحاول أن نحكي قصتها عبر قصة حياة أحد أبطالها ورموزها، نقدم بذلك العظة للأجيال الجديدة لكي تنظر في تاريخ هذه الصحوة وتستفيد، لتتعلم دروس التاريخ، لتقيم. لن نتدخل في التقييم، سيكون دورنا هو السرد، ومن شاء أن يقيم فليقيم، ومن أراد أن يستخرج عبرا وعظات ودروسا فليستخرج، ومن أراد أن ينتقد فليفعل. فهو كشف حساب نقدمه بعد أن رحل نصفنا وبقي نصفنا الآخر كي يحكي الحكاية، حكاية صحوة إسلامية ابتعثها الله تبارك وتعالى وحاربها الخلق، وما كان للخلق أن يهزموا إرادة الحق سبحانه وتعالى. في ثنايا حديثنا سنستعرض مجمل أحوال مجتمعنا وأمتنا في هذه الفترة، الأحوال السياسية، طبيعة السلطة الحاكمة في مصر، علاقة هذه السلطة بغيرها وخاصة بالصحوة الإسلامية المعاصرة، الأحوال الاقتصادية، الأحوال الدينية، كل ما له صلة بهذه الفترة التاريخية سنحاول أن نستعرضه إن شاء الله، ولكن في اختصار. فليس همنا هو أن نحكي سيرة رجل نحبه، ولكن أن نحكي مسيرة دعوة وكيف شقت طريقها من بين هذا الركام. نبدأ أولا بالتعريف بالشهيد. محمد عصام الدين حسن دربالة
من مواليد 1957، فهو يكبرني بعام ميلادي واحد. ولد في محافظة المنيا، وانتقل وعاش فترة في الإسكندرية قبل أن يعود مرة ثانية ليستقر مع أسرته في محافظة المنيا. عائلته عائلة مشهورة، عائلة دربالة. ودربالة في الأصل ليست بعائلة مصرية، وإنما هي قبيلة مغاربية. انتقل أجداده إلى مصر عبر الصحراء الغربية، واستوطنوا الجزء الغربي من وادي النيل، لأنه المجاور لناحية الغرب التي أتوا منها. لذا تجد هذه العائلة موجودة في محافظات كثيرة من محافظات مصر، ولكن كما قلت لكم في الجانب الغربي من وادي النيل. هي عائلة مشهورة، عائلة عريقة. والده يرحمه الله الأستاذ حسن دربالة كان من الإخوان المسلمين، واعتقل مع الإخوان المسلمين. كان للأستاذ حسن دربالة رحمه الله هيبة، لا أظن أني كنت يعني أهاب أحدا من الجيل جيل أبائنا إلا والدي رحمه الله، فكان له شخصية قوية وحضور طاغ، وكذلك الأستاذ حسن دربالة، رغم أني لم أره إلا مرة أو ربما مرتين على الأكثر. له من الأشقاء الأستاذ ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقد المصرية، الذي يريدون استبعاده من القضاء بعد الانقلاب، لأنه بحق من القضاة الشرفاء، من القضاة الأحرار. والدكتور علاء دربالة طبيب مشهور، والأستاذ وليد دربالة يعمل في إحدى الدول الخليجية، وله شقيقة. له من الأبناء درية وهي أكبر بناته، وإيثار وهي الثانية، ومنة الله وهي الثالثة، وحسن وهو أصغرهم. أسأل الله أن ينشئهم تنشئة حسنة وأن يعوضهم عن فقد والدهم. لم أتعرف على بطلنا الشهيد رحمه الله إلا عندما كنا في الصف الثاني الثانوي. كنا في مدرسة واحدة، المنيا الثانوية، التي أسموها في عام دخولنا إليها بالعسكرية، عندما فرضوا المواد عسكرية على جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية. كان ذلك في الفترة التي سبقت حرب 1973. احنا دخلنا المدرسة الثانوية في 1972. في العام الدراسي 73-74 تعرفت على بطلنا الشهيد يرحمه الله في فصل تانية أول وفصل متفوقين في مدرسة الثانوية العسكرية. كان هادئا شديد الاحترام لذاته، يجبر من يعامله على احترامه، وهذه صفات حسنة وظلت معه دائما، كانت جزءا لا يتجزأ من شخصيته، بجانب صفات أخرى يعني نسهب في الحديث عنها، لا لمجرد مدح هذا الرجل وإن كان يستحق المدح حقا، ولكن لأنها أخلاق حسنة يجب أن نستنبتها في الأمة. وهذه كانت إحدى ميزاته، أنه كان يؤثر بأخلاقه في من حوله حتى بدون حديث،
وإنما كان يضرب مثالا جيدا في الحقيقة، جيدا جدا للخلق الإسلامي الذي يجب أن يحتذى. فكان يحتذيه في هذه الأخلاق وفي هذه السمات كثيرون ممن أراد الله تبارك وتعالى بهم الخير. أمضينا هذا العام، وكانت في هذا العام حرب 1973، حرب السادس من أكتوبر في 1973 كانت في الربع الأول من ذلك العام الدراسي. قد يكون الوقت مناسبا الآن لنتكلم عما حدث لمصر ولجيش مصر على يد السلطة الحاكمة، والسلطة أيضا كانت من الجيش. منذ عام 1952 كما تعرفون كانت الجيش قد استولى على السلطة، وظل الجيش محتفظا بالسلطة يعتبر أنها إرث خاص به إلى يومنا هذا، باستثناء عام واحد جاء فيه الدكتور مرسي ثم سرعان ما انقلبوا عليه. الجيش استولى على السلطة عام 1952 ولم يكن لديه رؤية لشيء يقدمه لهذه البلاد، فقط طموح بعض ضباط مغامرين. سيقول قائل: لا، كان هناك أهداف الثورة الست. ستعجب إن علمت أن هذه الأهداف ما كتبت إلا بعد الثورة بفترة، وكأن ناصح لئيم قال لهم: ما هذا، لابد أن تقدموا للناس شيئا، كل ما تقدمونه الآن هو وجوه عسكرية تريد سلطة، تريد حكما، تريد جاها، تريد منصبا، تريد أموالا، تريد أن ترث ملك أسرة محمد علي، لا شيء غير ذلك. فابتدعوا الأهداف الستة للثورة وكتبوها وروجوها، وصدقت أجيال أن هذه الأهداف هي التي حركت أولئك، مع أن هذه الأهداف ما أعلنت إلا بعد قيام أو حدوث الانقلاب بفترة وبزمن. استولى العسكر على السلطة وبدأوا في تأميم الحياة السياسية في مصر وإلغاء الأحزاب، وأبقوا على الإخوان. تختلف الروايات ها هنا. الإخوان يقولون العسكر كانوا جزءا من تنظيمنا الخاص وبايعوا على المصحف والمسدس، كانت بيعتهم في ذلك الوقت على المصحف والمسدس. ويؤيد ذلك رواية الشيخ سيد سابق رحمه الله، وقد قالها بعد أن ترك الإخوان بزمن، قال: شهدت بيعة جمال عبد الناصر للإخوان المسلمين على المصحف والمسدس، على المصحف والمسدس. وبقية شهادته قال: ولا أشك أن عبد الناصر مات كافرا. ليست هذه قضيتنا الآن. أبقوا على الإخوان المسلمين. الإخوان يقول لأنهم كانوا جزءا منا، أو أن بعضهم كان جزءا منا، وكان هناك تنسيق كبير بيننا وبينهم، والعسكر ينفون ذلك نفيا جازما ويقولون لا، لكننا تعرفنا على الإخوان وعلى غيرهم، تعرفنا على الأحزاب الشيوعية، وتعرفنا على الأحزاب المعلنة كالوفد وغيره، وتعرفنا على الحركات الإسلامية، ومنها حركة الإخوان المسلمين أو جمعية الإخوان المسلمين كما كانت تسمى وقتها. ولكننا لم نعطي ولاءنا لأي أحد من هؤلاء، إنما كان ولاؤنا لأنفسنا، لحركة ما يسمى بالضباط الأحرار. بعد قليل حدث صدام بين الإخوان وبين العسكر، وكان نتيجة هذا الصدام أزمة أو محنة 54 التي هدد بها المجلس العسكري سنة 2012 قبل الانتخابات الرئاسة، هدد بها الإخوان
صراحة في إحدى بيانات أو في أحد بيانات المجلس العسكري ذكر صراحة، يعني لا تنسوا ما حدث عام 1954. في هذه الأزمة اعتقل الآلاف من الإخوان المسلمين وحوكموا، كان لديهم تنظيم خاص، واعتقل أيضا رموزه وحوكموا، وحكم على كثيرين بالإعدام، ونفذ الإعدام في بعضهم بالفعل كالشهيد عبد القادر عودة والشهيد محمد فرغلي وغيرهم، وخفف الحكم على آخرين كالمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وقتها الأستاذ حسن الهضيبي إلى المؤبد، ثم أخلي سبيله بعد سنوات طويلة لدواع طبية. نستكمل إن شاء الله في مرة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. لا لن أموت أبدا ومهما تأكل النيران في حقد دفين. فأنا هنا صلد صبور ثابت لن أستكين.